بعد إذن سعادة المستشار، أنا حابة أعرف حاجة، هل مثلًا الراشي ده أو الوسيط في حالة ممكن إن هو القانون يعفى عنه أو ما يتحاكمش أو يبقى ليه تفاصيل تانية الناس ممكن ما تبقاش عارفاها؟ حابين إن إحنا نعرفها طبعًا من حضرتك. هو المشرع حينما أفرد هذا الباب من القانون وضع نص المادة 107، وهذه المادة تتمحور حول الإعفاء من العقاب في شأن الاعتراف بالجريمة. إمم. يعني إيه بالمعنى يعني الدارج؟ إنه هو أنا عشان أعفى من العقاب فلا بد أن أعترف بالجريمة، وشروط الاعتراف في هذا الباب هو اعتراف تفصيلي منتج لأثر في تحقيقات الدعوة أو في الجناية أو في القضية نفسها. يعني أنا أتمكن من الاعتراف ده إن أنا أعرف مضمون الحكاية، أو إن أنا أستدل من ده على دلائل وبيانات جديدة، أو إن أنا أستدل من ده على أشخاص جدد، أو على الأقل يبقى الاعتراف تفصيلي وفقا لما كان ووفقا لما حال. وفي هذه المسألة يعفى الوسيط والراشي من العقاب طبقا نص المادة 107 من قانون العقوبات. لكني هنا حابب أوضح حاجة، إن مش كل الاعتراف، هو إحنا عندنا القاعدة الفقهية أو طبقا لقانون الإجراءات الجنائية في شأن الاعترافات، تمام. أن الاعتراف المعول عليه هو الاعتراف أمام المحكمة. الاعتراف اللي بناخد بيه يعني وبنعتمده هو الاعتراف اللي بيبقى قدام المحكمة. لكن الاعتراف أمام النيابة العامة هو اعتراف سابق على حاله. بمعنى إيه؟ ان انا لما يبقى عندي جريمه رشوه بتجينا بعض القضايا، وقضايا كتير جدا كده بتبقى جاتنا بعد انتهاء فتره التحقيق او بعد انتهاء مرحله التحقيق واحيلت القضيه الى المحكمه في هذا الباب، ونفاجأ ان المتهم للوهله الاولى فور ان مثل امام النيابه العامه بالتحقيقات قام جاي معترف وقايل كل حاجه من اول ما اتكلموا، او اذا ما كان في اتفاق كل الكلام اللي حصل فبيدرجوا في محضر التحقيقات. وفي هذه المسألة أنا عندي بتدارك خطأ، لأن أنا ممكن أكون أعترف في النيابة ومع مرور التحقيقات وسير الإجراءات يظهر عندي جريمة جديدة، ألاقي عندي تزوير، ألاقي عندي اختلاس، ألاقي عندي استيلة. فإذا كنت أنا استفدت من نص المادة 107 من قانون الإجراءات في شأن من قانون العقوبات في شأن الإعفاء من العقاب، لكن أنا هدخل في جريمة تانية اللي هي التزوير وكذا 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 وهذه الجرائم. فطلبي أنا من السادة المحامين الذين يحضرون والسادة الدفاع الذي يحضرون مع شخص متهم في جريمة الرشوة أو أي من الاتهامات الموجودة أو أي من الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية أن يتريثوا ولا يأخذوا الأمر على عواهنه. نصبر عشان الاعتراف ده ممكن يشكل ليه جريمة تانية مع سير الإجراءات، وفي النهاية الاعتراف المعول عليه هو الاعتراف الموجود أمام المحكمة. والله